إلا لما تخلي العيلة تملي تقرب مني كده ملي في ملي القلب يدق أكيد معانا. أنا بقى مستكفي بيهم متدفي بيهم متدفي هما اللي حيلتي. لو طالت المسافات وبعدتنا الأيام ما بينا ألف حاجة تبين الاهتمام. من قال إن التلاقي له أو سلام بالإيد في قلوب بتحس بينا لو حتى من بعيد. دايما جوانا كلام قصص محتاجة تتقال وناس غاليين علينا ما بيروحوش من البال. ده ما فيش للدنيا معنى لو ما انتش لاقي ليه حد اما تغيب عليه يفضل يسأل عليك سنة الحياة. يا صباح الفل والورد والياسمين على عيونكم يا اجمل متابعين في الدنيا. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. وحشتوني كتير قوي من الفيديو للفيديو. النهارده كده بقى احنا خارجين رايحين زياره لحد من قرايبنا. بس قبل ما نخش في اي تفاصيل وقبل ما احضر معاكم اي حاجه نبدا الفيديو بتاعنا كده بالصلاه على حبيبنا ونبينا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وخشي بسرعه حطي اللايك بتاعك الجميل عشان اللايك ده هو اللي بيشجعني وهو اللي بيرفع الفيديو. واللي مشتركش في القناه يخش ياخد نبذه كده عن القناه بتاعتي ويا رب تعجبكم ويدوس على كلمه اشتراك لو عجبتكم وفعلوا زر الجرس عشان كل ما انزل فيديو يوصلكم مني كل جديد. انا رغيت طبعا في المقدمه كتير. تعالوا بقى نخش في التفاصيل على طول. احنا رايحين زياره ونروح نزور عمه جوزي. تعالوا بقى نشوف كده. انا حضرت كده اللبس بتاع ولادي. حضرت كده الطقم بتاع حسن وميدو وسما زي ما وريتهولكوا كده. وده كده الدرس اللي انا هلبسه. ودي العباية بتاعت جوزي. مش هيلبس طقم ولا حاجة وهيلبس عباية عادية جلابية يعني اللي هي بنص لياقة او كده عشان يبقى واخد راحته في القعدة ومش زيارة رسمية يعني ولا حاجة. هي ساكنة في أليوب يعني في بلد تانية. بلد أرياف طبعا. بلدها جميلة قوي. هي في أول البلد مش من جوه ولا حاجة. هي في أول البلد خالص. بس القعدة عندها بتبقى حاجة تانية والجو جميل جدا وبنبقى قاعدين كده في وسط الزرع. وزي ما انا وريتكم كده في الصور في اول الفيديو كان الولاد متصورين بقى في وسط الزرع والكلام والحاجات الجميلة دي. والولاد انبسطوا اصلا جدا وكانوا زعلانين قوي وهم ماشيين. فهو اليوم كان جميل بصراحة. واحنا مخرجناش في حتة من ساعة ما الاجازة جت ولا العيد جه وخلص ومخرجناش برضو. فدي كانت اول خروجة لينا. فانا حبيت كده اشارككم بقى التفاصيل بتاعتها. انا طبعا هروح هناك مش هصور اي تفاصيل عن البيت ولا عن المكان نفسه. يعني الاهل مش هصورهم والبيت وكده طبعا احتراما للخصوصيات وكده. انا هصور لكم بقى الولاد وهي بتلعب. حضرت اللبس معاكم. صور ولادي لما تصوروا الجو ده. لكن الخصوصيات نفسها دي خصوصيات ما اقدرش طبعا اتعداها. زي ما انتم شايفين المكان كده احنا رحنا كده كان قرب المغرب. وقت الغروب اهو شايفين الدنيا عامله ازاي. ودي البسكوتة بتاعتي. شايفين الاوتفيت بتاعها. وده ميدو ابن حبيبي. الولاد كانوا مبسوطين جدا وكان يوم جميل جدا. والهوا والجو كان جميل ما شاء الله. ده سونا. شايفين الاوتفيت. قولي رأيكم ايه في الاوتفيتات بتاعتهم دي. وهنا كنت بوريك لكم عصير الفراولة اللي بعشقه. فيها سمك. اديله دي يا حسن وخد دي. اديله يا سام. خليها تديله وتاخد دي يا. وهنا كنت بوريلكم شكل المكان بالليل. شايفين الشكل جميل ازاي. الانوار منورة والنخل والزرع.
المكان كان ما شاء الله شكله جميل كده ويرد الروح كده ويفتح النفس للقعدة فيه. هنا كنا بنتمشى شوية كده في الزرع، فقلت ايه اصور لكم معايا بالمرة. العبوا. وهنا كده الفسحة الجميلة بتاعتنا خلصت وكنا مروحين، وطبعا واحنا مروحين ادونا زيارة كده حلوة معانا، هوريها لكم لما نروح. شايفين واحنا جايين كانت الدنيا نهار والطريق باين. هنا كده مروحين بقى بالليل، كان تقريبا الساعة 10. حسن وميدو هم ولادي، ربنا يحفظهم يا رب من كل شر. دي كده بقى الزيارة اللي هم كانوا مدينها لنا، قرص كده بيتي هم عاملينها لنا. شايفين جمالها؟ شايفين الطراوة بتاعت القرصة دايبة دوب وبالسمنة البلدي، طعمها خطير جدا. وهنا كده جبنة هم عاملينها، جبنة فلاحي. وكمان اديتنا من الغيط بتاعها بتنجان عروس وبتنجان ابيض، وشوية بقى موز كده على برتقان على تفاح. ما شاء الله كل ده ايه من الارض بتاعتهم. واحنا راجعين اديتنا ايه الزيارة الحلوة دي. احنا بنحب نروح هناك عشان بتنجان ايه الفلاحي الجميل ده، بنجيبه واحنا جايين بيبقى زي العسل كده في المحشي. ودي الموز مستوي وزي السكر. دي كده الحاجات اللي هم ادوها لنا واحنا مروحين. وكمان عملوا لنا رقاق ناشف، طبعا تعبناهم جدا، تسلم ايديهم على الحاجات الحلوه اللي هم عملوها لنا. وبكده الفيديو بتاعنا يكون خلص، لطيف ظريف، يا رب يكون عجبكم، واشوفكم في فيديو جديد.